ليلى عبد اللطيف ثاني عاوتاني خرجت بتوقعات واحداث وبعض الاشياء زوينه ومصائب لبلادنا المغرب. وأرى أن خيرات أرض المغرب ستعم بالخير على كل شعب المغرب، حيث هي في بداية كل سنة كتخرج في شي برنامج لبناني وكتعطي توقعات من بعد سبحان الله كيوقعوا في أرض الواقع. وسنرى ملك المغرب يقوم باتخاذ قرار جريء جدا قد يفاجئ القيادات ويصب في مصلحة الشعب المغربي بدون تمييز. فنشوفوا شنو توقعات للمملكة المغربية وشنو توقعات غادي يوقع في سنة 2025. هل رح نشهد كارثة كبيرة بعام 2025؟ في كوارث كثير بال25 يا عين. راه نعم كذب المنجمين ولو صدقوا، ولكن هاد ليلى عبد اللطيف الملقبه بسيده التوقعات، الهضره اللي كتقول التنبؤات والتوقعات اللي كتوقعها من بعد مده كتحصل في ارض الواقع، يعني الهضره ديالها ولا واحد الفئه من الناس كياخذوها بعين الاعتبار. سيشهد المغرب صراع بين كبار القاده المغربيين مما سيجعل الناس تلجا الى الشارع. وهاد ليلى عبد اللطيف سنه 2025 توقعات باللي بعض الدول العربيه غادي يعيشوا اسوأ ايام حياتهم، منهم مصر، تونس، المغرب والجزائر، يعني الدول اللي عندهم البحر الابيض المتوسط. سيتم تسجيل حدوث موجات تسونامي هي الاخطر وكبيره في 2025، حيث توقعات باللي غادي يثور شي بركان في قاع البحر الابيض المتوسط، غادي ينتج على هذا الثوران ديال البركان تسونامي كبير غادي يضرب السواحل ديال الدول منها المغرب والجزائر ومصر وتونس. احذروا واستعدوا من فصل الشتاء المقبل فاني ارى حصول عواصف ثلجيه شديده وخطيره تضرب بعض الدول العربيه وكذلك غادي يشارك مع هذا التسونامي حتى دول الجنوب ديال اوروبا. والعجيب في التوقع هذا ديال ليلى عبد اللطيف هو ان علماء المناخ كذلك توقعوا باللي غادي يوقع واحد الزلزله ديال الصفائح التكتونيه اللي كاينه في قاع البحر الابيض المتوسط. هذا الشيء هذا التحرك ديال الصفائح التكتونيه غادي ينتج عليها تسونامي. وإلا عقلتوا العام اللي فات في الجديده في البحر ديال الجديده كانوا كيعلقوا تما واحد البلايك كيقول لك احذر راه غادي يجي شي موجه ديال التسونامي. لا ربما الخبراء والعلماء اللي عندنا حنا في المغرب توقعوا باللي راه جاي شي تسونامي، ولكن ما توقعوش من البحر الابيض المتوسط، توقعوه من جهه المحيط الاطلنطي. الله ادرى واعلم. جميل. دابا هاد السيده هذه ليلى عبد اللطيف الاغلبيه ماشي جميع التوقعات، الاغلبيه ديال التوقعات ديالها يعني وصلت حتى ل 85% من التوقعات اللي كتقولها في البرامج اللي كدوز في لبنان كيحدثوا في ارض الواقع. ست ليلى هيك مرقت لك شغله قبل ما نطلع بالفاصل الاعلاني، قلت لك انه دائما توقعاتك بتصيب، فبحال مثلا حدوث زلزال في الدول العربيه وراه داز، وكذلك توقعات الاعصار اللي داز في ليبيا ومدينه على كلها مسحما على الخريطه، هذا هو كان تنبؤ ديالها. توقعات بزاف ديال الاحداث. حنا المغاربه امتى ولا كيعرف الشعب المغربي ملي وصل المغرب للنصف مونديال كاس قطر، تما المغاربه ولاو كيعرفوا ليلى عبد اللطيف حيت كانت قبل ما يتنظم كاس العالم في قطر كتنبأات باللي واحد المنتخب عربي غادي يوصل النصف. هنا ديك الساعات الفيديوهات ديالها بدا كيرجعوا لهم المغاربه، والمغاربه كاملين في المونديال تعرفوا على ليلى عبد اللطيف، وكاين منهم اللي بدا كيتبع الاحداث وكيتبع البرامج وكيتبع التوقعات اللي كتقولهم هاد السيده هذه. وللاشاره قبل ما نكملوا في سرد الاحداث اللي غادي توقع في سنه 2025 حنا ما نقولوش تنبؤات ولا توقعات، هذيك مخططات مدروسه ومحكمه بعنايه، يعني كاين من وراها اجنده وكاين ناس كيخدموا على ديك المخطط. هي فقط كتجي كتقول لك اشنو غادي يوقع، ماشي اشنو غادي يوقع، اشنو غادي يديروا الناس باش يوقع هذاك الشيء هذاك، يعني غا مخطط ولكن مخطط محكم مدروس بعنايه بدقه شديده. داكشي اللي كيتقال فيه من بعد غادي يوقع. حاجه القضيه ديال التوقعات والتنبؤات راه كاينه في مختلف دول العالم. في الولايات المتحده الامريكيه كاين مسلسل ذا سيمبسون، التوقعات والتنبؤات واللقطات اللي كدوز في هذا المسلسل ديال ذا سيمبسون من بعد كتوقع. وفي الدول العربيه عندنا ليلى عبد اللطيف وميشيل الحايك، هاد الناس هادو كذلك يعني مختصين غير في العرب، الدول العربيه يعني حنا عارفينهم عندنا كعرب كنعرفوا ميشيل الحايك وليلى عبد اللطيف كيجيبوا لنا توقعات من بعد كتوقع. في بلغاريا يعني كان كاع الاغلبيه متبعين هذه في القديم ديال الزمان، العرافه البلغاريه بابا فانغا كانت هي كتجيب توقعات
خطيره توقعات بالوباء، توقعات باحداث ديال غادي يكون رئيس امريكي اسود البشره، وجا كذلك توقعات بالوباء اللي قلنا داز في 2020. يعني دائما وعلى مر التاريخ والعصور كيجيو هاد العرافين، هما ماشي عرافين، هما غير بحال قلنا الاعلام ديال الحكومه تضل، بلاصه ما يجيو هما يقولوا لك اش غادي نديروا كاملين، كيصيفطوا لك واحد كيقول لك راه شنو جاي تتابعكم، شنو لاحق عليكم. فمثلا ليلى عبد اللطيف من ابرز التوقعات ديال 2024 اللي داز توقعات سقوط الكلب الاسد في سوريا، وهذه نيت وقعات. وتوقعات كذلك قال ظهور اجسام غريبه تحلق فوق سماء الولايات المتحده الامريكيه، وفي الشهر اللي فات راه بانت هذه الاجسام الغريبه وامريكا كامله، خصوصا في ولايه نيوجيرسي ونيويورك ولوس انجلوس، كانت ديك الاجسام الغريبه تطفو في سماء الولايات المتحده الامريكيه. ليلى عبد اللطيف تنبأت بظهور هذه السفن الطائره قبل ما يجيو لامريكا. مخلوقات غريبة عجيبة غير معروفة من قبل ستهدد الأرض وبتغزو بعض الدول بالعالم. بمعنى ماشي غير جينا ولينا كنتسوقوا وكناخذوا هضرتها بعين الاعتبار وكنديوها فيها غاوك، لا، لان الهضره اللي كتقول كتكون كما قلنا ماشي توقع. دابا بالنسبه لي انا داك الشيء مخطط، يعني داك الشيء كيكونوا هما مخططين ليه، هي كتقول لك شنو مخططه حكومه الظل من هنا للقدام. داك الشيء علاش كنتصنتوا ليها مره وكنقولوا هادوك توقعات لا مخططات. فمن بين اخطر المخططات اللي قالت لك في هذا العام هذا غادي يظهر واحد الوباء، غادي يكون واحد الوباء جديد وغادي يكون اشد خطوره من هذاك اللي داز في سنه 2020. يعني ديك الحجر الصحي والكمامه غادي نرجعوا مازال هكاك، ولكن يعني الحده والخطوره ديال هذا الوباء اللي يجي غادي يكون كثار من الاول. هو هيدا بينتقل بسرعه، نعم بينتقل بسرعه. اما بالنسبه للمملكه المغربيه فتفائلت بها خيرا، يعني من غير التسونامي اللي قلنا قالت لك في البحر الابيض المتوسط، قالت ان في الصحراء المغربيه غادي يتم تما اكتشاف النفط. سيكون المغرب أمام اكتشاف ثروة نفطية جديدة في صحراء المغرب الكبيرة. وقالت أن هذا الاكتشاف ديال النفط اللي غادي يلقاوه في الصحراء المغربية غادي يساهم بواحد الشكل كبير يعني في إنعاش وتحسين الوضعية المعيشية للشعب المغربي. وأرى أن خيرات أرض المغرب ستعم بالخير على كل شعب المغرب. وقالت كذلك أنه غادي يكون واحد القرار ملكي باش تحسن الوضعية ديال المواطن المغربي بالنسبة لظروف العيش. وسنرى ملك المغرب يقوم باتخاذ قرار جريء جدا قد يفاجئ القيادات ويصب في مصلحة الشعب المغربي. هاد الشيء هذا اللي قالته هي، يعني توقعات كامله باختصار اللي توقعاتها ليلى عبد اللطيف بالنسبه للعالم توقعات يعني كارثيه. اما بالنسبه للمملكه المغربيه من غير داكشي اللي غيضرب قلت لك في السواحل ديال البحر الابيض المتوسط، المملكه المغربيه غتشهد واحد التحسن واحد الازدهار، وخصوصا بالنسبه للمعيشه ديال المواطن المغربي.